يعني محاور نبدا نشتغل فيها علشان نستغل الوقت الاستغلال الامثل. يمكن عايز ابدا الاول بسياده النائب. ليه الصعيد؟ لان الصعيد كان مهمش لعقود طويله. لما جه سياده الرئيس في الجمهوريه الجديده وضع الصعيد على راس اولويات الجمهوريه الجديده، وقال الناس اللي في الصعيد دي اكتر ناس بتحب تشتغل، وهم اتخلق عشانهم الشغل، مش بس بيحبوا يشتغلوا. فالناس دي بتيجي هنا في وجه بحري بتشتغل وبتنتج وليها بصمتها هنا في وجه بحري. صح. ولكن هم يستحقوا ان هم بدل ما يجوا وجه بحري ويسيبوا اسرهم ويقعدوا هنا بالشهر والاثنين والثلاثه، لابد ان الصعيد في الجمهوريه الجديده ينهض، وعلشان خاطر ولادهم يعيشوا حياه كريمه وظروفهم المعيشيه تتحسن، ويبقى عندنا اجيال جديده عندها قوام اجتماعي سليم. لان الجمهوريه الجديده بتهتم بالانسان اولا. لابد ان رب الاسره ده اخلق له فرصه عمل جنب ولاده. فبدل ما يجي يقعد شهرين وثلاثه هنا، يبقى انا لما انهض بالصعيد واعمل تنميه في الصعيد، يبقى رب الاسره ده هيشتغل وهو جنب ولاده، فاضمن ان عندي جيل جديد سليم 100% نفسيا واجتماعيا. وبناء عليه الدولة كلها بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجهت للصعيد. تم عمل بنية تحتية وبنية لوجستية. تخيل انت حضرتك كل العقود اللي فاتت دي الصعيد ده مهمش، والدولة بدأت تنمي، يبقى هتكتشف كنوز وفرص في قلب التحديات دي. فالصعيد بيعيش ما بين التحديات والفرص، ومن قلب التحديات دي بتخلق الفرص. صح. فمكان بكر لأي مستثمر أجنبي أو مستثمر محلي عايز يشتغل بجد، لأنه هيكتشف فرص جديدة محدش اكتشفها قبل كده. لأن في مناطق في الصعيد لم تطأها قدم من أيام سيدنا آدم. طيب الدولة النهارده وصلت لها. خليني انا هرجع تاني على النقطه دي، بس انا عايز اروح للمهندس حسين، لانه ده كان نقطه احنا اتكلمنا فيها وكانت لافته جدا، انه اختار يعمل المصانع بتاعته في الصعيد ايس كريم، اسهل حاجه علشان اقدر الاقي منطقه صناعيه واقدر الاقي ناس وعماله مدربه وهبقى قريب من كل حاجه. ان انا اطلع على بحري ده لو ما طلعتش القاهره يعني. ليه اخترت انك تبدا من قلب الصعيد؟